بداية الفيديو صلوا على النبي، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أول حاجة جبنا حلة وحطينا فيها مية وغليناها، وأول ما المية غلت رحنا منزلين بالفراخ اللي عندنا اللي نضفناها وهنقلبها وبعدين نغطيها، وبعد ما تغلي هنفتح عليها، وبدل ما هنشيل الريم ده نكون غاليين مية تانية عندنا ومية نضيفة هنغليها ونحطها وننقل الفراخ فيها. وهننزل بالفراخ بعدين هننزل بالبهارات اللي هو البصل والحبهان وورق لورا ومرق الدجاج وطماطم مبشورة. وفي حلة تانية هننزل بحبة زيت ومكعبين زبدة، هنقلبهم لحد ما يسيحوا، وهننزل بالشعرية، وعندنا الرز هنا اللي هنغسله، بعدين هنقلب الشعرية وهننزل عليها بالرز، نزلنا بالرز وهنقلب بقى، هننزل بحبة مية عليهم نغطيهم كده على الوش، وبعدين حبة ملح وهنقلب بقى ونغطيها، ولما تبدأ المية تتسرب من الرز نقلبها تاني وهنغطيها بقى ونحطها على نار هادية. وعندنا هنا الملوخية، هنجيب الملوخية اللي هنكون مقطفينها وهنغسلها كويس. بس ما تنسوش بقى تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب ويوصلوا الفيديو لأكبر عدد ممكن. وهنا وصلنا الملوخية بتاعتنا، وهنا الفراخ بدأت تغلي عليها بحبة ملح وفلفل اسود هنغطيها بقى. وهنا عندنا توم فرمنا التوم، وهناخد حبة شوربة بتاعة الفراخ ونحطها في حلة تانية وهننزل عليها بحبة طماطم، وهنجيب في الكبة هننزل بالملوخية بتاعتنا، هننزل عليهم بالشوربة عشان نعرف نقلبها نضربها في الكبة. وانا خلاص الرز قرب يستوي، وانا الطماطم بدأت تغلي، هننزل عليها بكزبرة وفصين توم والملوخية اللي احنا ضربناها في الكبة ونقلب. هنجيب في طاسة بقى هننزل بمعلقة سمنة حبة زيت والثوم، وهننزل بحبة كزبرة وهنقلبهم. وهنا بدأت الفراخ هنا غلت هنطلعها، وهننزل بالطاسة بتاعت الملوخية ونبدأ نقلب بقى. هنقطع الملوخية بقى وكده خلاص الأكل خلص، وألف هنا على قلبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتوصلوا الفيديو ده لأكبر عدد وتفرحونا بقى كده.